في إطار استعدادات الزمالك لمباراة القمة يوم السبت القادم، للأسف إصابة محمود جهاد بمزق في العضلة الخلفية. يقال إن المزق 3 مللي، واحتمالية كبيرة جدا لغيابه عن ماتش الأهلي. الدكتور محمد أسامة والفريق الطبي في الزمالك حط له برنامج علاجي من أجل محاولة تجهيزه سواء للقمة أو لما بعدها. فخلينا نشوف الأمور هتمشي إزاي. غياب جهاد خسارة كبيرة للزمالك، لعيب كان بدأ يخش في الترس ويشتغل بشكل جيد. تم ايقافه المباراه اللي فاتت، قلنا هيبقى جاهز لماتش الاهلي، ولكن للاسف المصائب لا تاتي فرادى زي ما بيقولوا. لكن اتمنى انه يلحق، ولكن لو ما لحقش مش نهايه المطاف. هو لسه جاي عندنا امبارح، ما لحقناش نتعود عليه. سلامات يا جهاد، وان شاء الله ترجع بسرعه. لو هتقول لي كان نفسك مين يلعب ماتش القمه، هقول لك كان نفسي ناصر ماهر يلعب الماتش ده بشكل كبير جدا. ناصر ماهر كان هيمسك استحواذ، كان هينقلك من الدفاع للهجوم بسرعه، كان هيديك افضليه كبيره جدا في الملعب. ولكن تصرفات صغيره قد كده حرمتنا منه في ماتش مهم زي ده. احنا في عرض لعيب اي لعيب اسمه لعيب قوي ولعيب يقدر ينقلك الملعب، كان هيفرق معاك بشكل كبير. ولكن للاسف ايضا الايقاف هيحرمنا من ناصر ماهر بعد ما حرمنا منه فتره طويله جدا. يعتبر ناصر ماهر ما ظهرش في هذا الموسم غير في فترات بسيطه جدا في البدايه للاسف. يلا ان شاء الله خير. طيب، كيف يفكر جوزيه بيزيرو لمباراة الأهلي يوم السبت القادم؟ هيلعب ازاي في ظل الغيابات والإصابات والشغلانات اللي موجودة حاليا؟ ممكن الراجل يلعب بطريقتين، بخطتين، بأسلوبين لعب. تعالوا نشوف مع بعض كده واحدة واحدة. ممكن يلعب عادي 4-3-3، يلعب بعواد، حسام عبد المجيد وأحمد حسام، عمر جابر، محمود بنتايج. دول الرباعي الدفاعي. ممكن تحط صلاح الدين مصدق جنبه حسام عبد المجيد، ويخرج احمد حسام، حسام الدين مصدق بيلعب يمين، وحسام عبد المجيد بيلعب شمال عادي. تلعب بالاربعه دول ورا. نص الملعب كنت اتمنى عدم تواجد دونجا في المباراه، ولكن الظروف احيانا بتفرض عليك امور في ظل غياب جهاد. شحاته ودونجا، وقدامهم عبد الله السعيد، زيزو يمين، شلبي شمال، راس حربه حسام اشرف او ناصر منسي او سيف الدين الجزيري. ما فرقتش كتير. دي تشكيله منطقيه بعض الشيء، انك تلعب بتوازن دفاعي هجومي. مش هيبقى عندك افضليه هجوميه قويه جدا. عبد الله السعيد بيميل اكتر حاليا للدفاع، ولكن تشكيل متوازن بعض الشيء. والشكل التاني اللي ممكن تلعب بيه انك تلعب 3 ورا. تلعب بمصدق اللي بيلعب ناحيه اليمين، حسام عبد المجيد في القلب، احمد حسام او الونش ناحيه الشمال. ثلاثي دفاعي، تشكيله فيها تحفظ دفاعي كبير. عمر جابر ومحمود بنتايج، محمد شحاته وعبد الله السعيد في نص الملعب، وتستغنى عن دونجا خالص. زيزو وشلبي، ناصر منسي او حسام اشرف او سيف الدين الجزيري. ما فرقتش كتير. ميزه التشكيله دي ان هي هتديك تحفظ دفاعي مع اللعب على الكاونتر اتاك. 5 في الدفاع، معاهم محمد شحاته سادس، وعبد الله السعيد هيميل معاهم 7. مشكلتها ان انت مش هيبقى عندك كثافه هجوميه كبيره، لكن هتحاول تلعب على سرعات زيزو واختراقات شلبي اللي احيانا بعيده بتبقى موجوده، مع انك تخطف كوره من منسي او حسام اشرف او حتى المهاجم الثالث الجزائري التونسي. فخلينا نشوف. ومعاك بقى الجفالي بره، تحاول تديله في المباراه والامور تمام يعني. ربنا يستر. يعني شكلين للخطه ممكن الراجل يشتغل بيهم، ممكن يلعب عليهم. هنشوف تفكيره او دماغه فيها ايه، هيلعب ازاي، هيشتغل ازاي. الاهلي بيلعب هجوميا بشكل جيد، عنده بعض المشاكل الدفاعيه. لو ضغطت عليه ولعبت كوره، لو فتحت الجيم قدام الاهلي هتزعل كتير. اعتقد الاقرب انك تقفل الملعب بشكل كويس وتبدا تلعب على الكاونتر اتاك، وتشوف سير المباراه هيبقى عامل ازاي. المهم انك ما تستقبلش هدف من بدري، وتقفل كويس وتشتغل بشكل جيد. وموضوع ان نطلع بالكوره من تحت محتاج مراجعه قويه، لان محتاج لعيبه تلعب كوره بشكل جيد جدا، خصوصا في الخط الخلفي وحارس المرمى. لو ما لعبش كوره بشكل جيد، خصوصا عواد عنده مشكله جدا في لعب الكوره في الارض. لو ما اشتغلناش بشكل كويس هنزعل بشكل كبير. اتمنى الراجل يتدارك الاخطاء. الراجل ده عنده ميزه كبيره، انه عنده مرونه تكتيكيه كبيره جدا. يعني مش ثابت على حاجه، لا عنده مرونه تكتيكيه كبيره جدا. والراجل زي ما قلت هياخدهم معسكر بكره لحد موعد المباراه. هيجي من المعسكر على الملعب على طول. ان شاء الله كل الدعم والتوفيق لجوزيه بيزيرو، كل الدعم والتوفيق لنادي الزمالك. من هنا اليوم السبت دعم فقط لا غير، مش اي حاجه تانية. يا رب الزمالك يكسب. مباراه هتفرق معانا كتير جدا 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 هذا الموسم. شكرا لكم.